أنت على موعد معنا الليلة لتستمع إلى حلقة جديدة من برنامج بدون عنوان. استمع جيدا إلى هذا البرنامج واختر عنوانا لهذه التمثيلية لعلك تفوز بإحدى الجوائز التالية: الجائزة الأولى 5 جنيهات، الجائزة الثانية 3 جنيهات، الجائزة الثالثة جنيهان. أفندم. مساء الخير يا ست. مساء الخير. مش دي برضه شقة عليوة افندي عبعال بجرمي؟ ايوه هي. وعليوة افندي موجود؟ ايوه موجود. دخل يا بجرمي الأوفة في على بجرمي. ثانية واحدة، دخل يا بجرمي الأوفة. شد حيلك، حاسب يا بجرمي لا تخر عليك، حاسب. نقول له مين بس؟ ثانية واحدة، حاسب يا بجرمي. حاضر يا حاسب فيها بيض اتكسر يا بجرمي. حاضر. شيل يا علي. ينفع حطهم على كده فروخ يا علي. ايوه عليك نور يا علي يا بجرمي. نقول له مين بقى؟ ثانية واحدة من فضلك. اركن يا علي يا بجرمي يا علي، اركن يا علي. اركن يا اهلا وسهلا. ايوه اهلا وسهلا. نقول له مين طيب؟ قولي لعليوة افندي عمك الحاج احمد البجرمي وولده البجرمي احمد البجرمي. ده احنا ما صدقنا لقينا العنوان. بدون عنوان. بدون عنوان، برنامج تمثيلي من إخراج مصطفى أبو حطب. ايه الهيصه دي؟ شيل يا والي انت. مين؟ عم الحاج احمد. خطوه عزيزه يا عم الحاج. يعز مقدارك يا عليوي. معاش من شافك يا عم الحاج. عشت عليوي. سلم يا هادي يا بجرمي يا على ابن عمك عليوي افندي. الله الله الله، انت البجرمي؟ يا ده انت كبرت اهو بقيت راجل يا بجرمي. خد الثانويه وجايين نقدم له في الجامعه. عال الف مبروك يا بجرمي. سعديه يا سعديه. ايوه عليك. تعالي سلمي على عم الحاج احمد عين اعيان كفر البجرمي. اهلا وسهلا يا حاج. اهلا وسهلا. ازيك يا سعديه؟ وحضرتك هتبقى مين بقى؟ الست حماتك؟ لا مرات ابوه. هو ابوك الحاج عبعال اتجوز تاني من مصر يا عليوي؟ اتجوز ايه يا عم الحاج؟ امال ايه؟ مرات هنا سعديه مرات. لا قول كده بقى. امال منوره يا ست سعديه يا مراته. ايوه. اتفضلوا. والله احنا هنقف في الصاله ولا ايه؟ افتحي اوضه الصالون يا سعديه. حاضر. افتحي اوضه الصالون. الله، انما ايه الحاجات اللي انت جايبها دي يا عم الحاج؟ ابدا، دول قفتين 3 كده يعني فيهم شويه حاجات كده، حاجات يعني كده يعني تفكرك بالبلد واللي فيه. هو انا اقدر انسى اهلي يا عم الحاج برضه؟ اتفضل استريح. اتفضل يا بجرمي. اقعد يلا بجرمي. عليوة. عن اذنك يا عم الحاج لحظه واحده. ايه؟ ايوه يا سعديه. مين الراجل اللي ما عندوش نظر ده؟ وطي حسك، ده عم الحاج احمد البجرمي، راجل طيب قوي وعلى نيات. انت مالكش عم اسمه احمد؟ يوه ده يبقى عم ابن خالتي، بس بنقول له يا عم عشان سنه. وناوي يجرش عندنا ان شاء الله هو وابنه. الله عيب يا سعديه، ده ضيف عندنا ولازم نكرمه، ما يصحش. ثم يعني الراجل ما دخلش بايده فاضيه، جايب زياره برضه. يا سلام، بتسمي الزباله دي زياره؟ انت لسه شفت القفه فيها ايه؟ بلاش افترا. طب افتح وفرجني يا اخويا، يا ما جاب الغراب لامه. اتفضلي يا ستي. ياه، قفه مليانه كيزان زبده. صحيح، زبده اهو شوفي بنفسك. ياه بصي، وادي التانية مليانه بيض وفراخ وحمام مذبوحين. والتالتة، شوف التالتة اوام. يا ستي مليانه بيض وجبنه. عايزاه تنهبي بقى؟ لا ده يقعد قوي، جمعة 2 3 اللي يعجبه.
مصر نورت يا حاج. منوره باصحابها يا ست سعديه. الله يخليك. سلمت على بات ابن عمك علاوه فندي يا بجرمي يا علي. اهلا يا بجرمي، اهلا اهلا. سلم يا بجرمي، سلم يا علي. اهلا وسهلا. عارفه يا سعديه البجرم ده اخر مره شفته فيها كان عنده كام سنه؟ 3 سنين. دلوقتي يا عم بيقول ان خد الثانويه العامه. تصوري الايام بتجري ازاي. مال خد الثانويه، شوف العامه، شوف خدها الصيفيه دي، وعايزينك بقى تقدم له في الجامعه بقى. انت مش بتشتغل في الجامعه برضو؟ حاول بركه فيك بقى تقدم له بمعرفتك انت. قوي قوي، من الصبح علوة ياخد اجازه ويروح بنفسه مكتب التنسيق. يا سلام، امال ما كنتش اخد الاجازه للبجرمي هاخدها لمين؟ سامع يا بجرمك؟ سامع علي؟ اقول لك علوة فندي، شوف افندي يخدمنا بعليه كمان، تقول لي لا ازاي يا بجرم؟ ده انت تؤمر يا راجل. الله يحفظك. وعاوز تخش كليه ايه بقى ان شاء الله؟ وبقول يعني طب بقى، طب اصل انا عاوزه بقى يطلع دكتور. انما هو يعني عايز ايه؟ خلاص انت يا بجرمي ما تتكلمش خالص انت. لما الكبار يتكلموا عيب بجرمي ذاك انت تتكلم. ايوه بس يعني مش يقول عايز يطلع ايه؟ خلاص بقى، ما انا وامه اتفقنا من غير مؤاخذه كده يعني انه يطلع دكتور كده زي الدكتور مغاوري اللي في البندر. خلاص يا عليوة، ما دام عم الحاج قال يطلع دكتور يبقى نقدم له في كليه الطب. ايوه بس يا ترى جايب مجموع كام؟ لا شوف لا عيب بقى الكلمه دي بقى. لا شوف من الجهه دي انت تطمن تملى ايدك مجموعه شديد قوي يعني شديد. شوف جايب بالك كام؟ شوف وكتاب الله 56%. شوف 56%. بس مش تشويمي عليه، بقول لك 56%. يعني 50. شوف 50 وفوقهم 6 هيقطع روح الولد. لا رضا، حد لاقيهم في الزمان ده يا عم الحاج؟ لا قولي له يا ست. صحيح بذمتك انت يعني. شوف بني ادم ده اصل ما بيبقاش على التراب. ايوه بس كليه الطب دي ما بتاخدش اقل من 90% يا حاج. 90 بقى ولا 900؟ ما انت البركه فيك بقى. معلوم البركه فيك بقى. معلوم. مش ممكن يا ناس، ما اقدرش اعمل له حاجه. عيب يا حليوه، الحاج جاي لك من عشمه برضه. انت بتتكلمي ازاي بس؟ ما انت عارفه النظام، مش ممكن كليه تاخد اقل من المجموع المتحدد لها ابدا. حتى بجرمي نفسه عارف النظام ده. مش كده يا بجرمي؟ ايوه انت تخرس انت يا بجرمي، خرب بيتك انت هتبوظ الدنيا. انت ما تتكلمش خالص، تسكت. شوف قلت لك لما الكبار يتكلموا تخرس، ما تردش خالص. انت بقول ايه عليهم؟ بقول ايه؟ ما دمت يعني حضرتك بتشتغل في الجامعه تبقى البت يعني من غير مؤاخذه تعرف مدير الجامعه. انا يا حاج بشتغل كاتب في المخازن. كاتب؟ شوف كاتب انت قلتها ببقك اهو. يعني بتشتغل سيادتك انت في الجامعه يعني. يبقى بتشتغل مخزنجي في الجامعه يعني تعرف مدير الجامعه. طبعا يعرفوا، دول اصحاب. ما تقول له عليهم. بس تبيني. شوف قول له بس انت كده ابن عم الحاج احمد البجرمي وهو مش هيقول لك لا. مظبوط، اول ما يعرف ان ابن عمك الحاج احمد البجرمي مش ممكن يقول لا كده. طب ايه رايك بقى ان مدير الجامعه ما يقدرش يدخل ابنه شخصيا اذا ما كانش جايب مجموع يا حاج؟ ما المدير ازاي ده بقى؟ في حاجه اسمها مكتب التنسيق يا عمي. ما هو البجرمي ايوه ما تتكلم يا بجرمي. ايوه انت تتكتب، انت تسكت خالص. انت ما تفتحش حلقك. شوف بيخلص علي. لما الكبار يكونوا بيتكلموا تخرس انت ما تردش خالص. انت هو ده الادب اللي علمته لك انا. البجرمي يا حاج ما بقاش صغير وهو عارف كل حاجه. يعرف اكتر مني يعني؟ لا مش معقول يا حاج، ده انت الخير والبركه برضه. قشطة الله يحفظك. الست مراتك دي اميره بشكل يا جدع انت. ما انا عارف اميره ليه. المهم مدير الجامعه ما فيش في ايده حاجه ابدا. مكتب التنسيق هو اللي بيحدد لكل طالب الكليه اللي بيدخلها حسب مجموعه. ومجموع البجرمي ما يدخلوش كليه الطب يا حاج. خليني انا هتماشى معاك يعني. مكتب التنسيق ده اللي بيدخل يعني مش كده؟ طيب انما مكتب التنسيق ده مش له مدير؟ ليه مدير. خلاص يبقى تكلمه تقول له ابن عمي الحاج احمد بجرمي اللي هو انا برضه
مش هيقول لك لا. ايوه مش ممكن يقول لك لا اول ما يعرف ان ابن عمك الحاج احمد البجيرمي. مش كده والنبي يا ست؟ صح. طب اللي انت اميره بشكل يا قولي كلامك حلو بشكل. الله بس كلامها ده ما وراكش محصول. ليه بس يا علوة؟ ليه؟ اقول لك ليه. ليه؟ اولا مدير مكتب التنسيق ده انا ما اعرفوش. ليه ما تعرفوش؟ ما تعرفوش ازاي يا علوة؟ يا سيدي ما بشتغلش مخزنجة عنده. انما مدير الجامعه يعرفه. كلم مدير الجامعه وهو يقول له. عليك يا نور والنبي انت شوفي يا خبر، انت كلامك اخر صح كتاب الله. كلم مدير الجامعه، هو كلم فيها حاجه دي. اذا فرضنا ان اعرف مدير الجامعه واذا فرضنا ان مدير الجامعه كلم مدير مكتب التنسيق، برضه مش هنوصل لحاجه يا حاج. ليه تاني؟ عشان مدير مكتب التنسيق نفسه مفيش في ايده حاجه. يا سلام، مفيش في ايده حاجه؟ ازاي؟ هو مش مدير، ده مدير الجمعيه. مدير الجمعيه كتاب الله انت لو شفته، هو نقول له مدير بس ولا مدير ولا حاجه، يعني مدير. ايوه مدير الجمعيه شيء ومدير التنسيق ده شيء تاني. مدير التنسيق كل اللي بيعمله انه بيدي الاوراق للعقل الالكتروني، والعقل الالكتروني هو اللي بيوزعها. يوه ما تقول له يا بجرمي. ايوه يابا العقل الالكتروني. انكتم انت يا بجرمي، يا بجرمي قلت لك انت تنكتم خالص. بعدها لك عليه انكتم خالص. مش قلت لك عيب لما الكبار يتكلموا انت ما تتكلمش انت خالص. هو اصل البجرمي عارف ان العقل الالكتروني هو اللي بيوزع الطلبه حسب مجموعهم يا حاج. ايوه شوف انا هتماشى معاك يعني. شوف العقل الالكتروني هو اللي بيوزع، انا ماني مهاوده كان. طب العقل الالكتروني دي مدير الجامعه ما يقدرش يكلمه؟ لا ما يقدرش يكلمه. يا سلام، ليه يعني هو ايه يعني؟ طب اسمع، انا راجل مقتدر والحمد لله ومستعد ادفع للعقل الالكتروني ده من جنيه ل10 يعني. ازاي بس ده يا عمي؟ ازاي؟ لا بس يعني كاتب الجمعيه في بلدنا بيمشي اتخن شغلانه ب50 سنه. شوف وانا مستعد ادفع للعقل الالكتروني بتاعك ده 5 جنيه. مبسوط؟ عن اذنكم. اذنك معاك يا سيدي. اتفضلي مع السلامه. قلت ايه عليه؟ مش ممكن العقل الالكتروني ده ياخد رشوه يا حاج. لا يعني راجل شريف يعني. يا سيدي ده مش راجل خالص. امال ايه؟ ست؟ ولا ست، ده آلة مكنه بتشتغل بالكهرباء. كلام ايه ده؟ مكنه؟ ايوه يا عم مكنه. لا مكنه يعني. طب وده برضه اسمه كلام؟ مستقبل ابني البجرمي ابني اسيبه ويتعلق في المكنه؟ اللي حصل بقى يا عم امرك لله. يا سلام. شوف اسمع، ما هو انت لازم تشوف لك طريقه. ايوه شوف البجرمي اخوك صغير يعني، وانت تصرف. خد اخد ايه ده؟ خد امسك الاوراق دي اللي هتقدمها. شوف اعرف شغلك انت، تطلع تنزل انا ماليش دعوه. عايز البجرمي يطلع دكتور زي المغاوري اللي في البندر. عليوه يا عليوه. عن اذنك يا عمي. ايه يا سعدية عايزه ايه؟ مش كفايه النايبه اللي جوه دي؟ اسمع بس، ما انا عاوزاك عشان كده. عايزه تقولي ايه؟ عاوزاك تهاوده. هاوده ازاي بس؟ ادخل ابنه كليه الطب وهو جايب 56%؟ مش احسن ما يزعل وياخد الزياره اللي جايبها ويمشي؟ ياخدها مع السلامه يا سيدي. انا يا اخويا مش مستغنيه عنها، ده احنا هنقعد ناكل فيها شهر. الله، وهعمل له ايه بقى يعني؟ استنى بس، حاجه بسيطه قوي. هاوده، قول له حاضر. الله. واصبح من بكره هات له استماره من مكتب التنسيق الله. واقعد اكتبها قدامه وحط له كلمه كليه الطب اول رغبه. وبعدين؟ ولا قبلين هيستريح ويرجع البلد وهو مطمن بعد ما شافك بتكتب اسم كليه الطب بايدك قدام عينيه. يا سلام، ولما تطلع نتيجه القبول ويلاقيه ما دخلش كليه الطب. كنا احنا بقى خلصنا على الفراخ والحمام والبط وكله. الله، يعني انصب على الراجل؟ يا راجل ده ما اسموش نصب. امال اسمه ايه بس؟ اسمه مهاوده، بتريحه، بتاخده على قد عقله. والله. طب لما يجرسنا بقى في البلد ويقول يا خرابي يا راجل ما تبقاش عندي. خد منه الاوراق وقول له حاضر. كلمه حاضر تريح. حاضر يا ستي، استريحتي. طيب يا عم، انا هعمل كل جهد ان شاء الله وربنا يقدم اللي فيه الخير. اهو كده. اما كنتش تخدم البجرمي احمد البجرمي، هتخدم مين امال بس؟ طبعا يا عم الحاج، احنا هيجينا اعزم البجرمي. ما انا عارف يا ست، وحياة النبي انت كلامك اخر شهر. الله والله يخليك. اتفضل الورقه اهو يا علوة،
وباذن واحد احد هيطلع دكتور بانفاسك. يا سلام، شايف يا علي وصورته مزهزهه ازاي؟ شبه ولا صورة الدكتور المغبري اللي في البندر. امال ايه؟ الله بيجرمي، الله بيجرمي وابوه بيجرمي. ده هيجي مني قوي بكره تشوف، بكره تشوف. اما كان هيبقى دكتور تجيله الخلق من البنادر قبلي وبحري. شوف ما بقاش الله 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 الله. ايه ده يا حاج؟ في ايه بس؟ في ايه ازاي؟ ده مش ممكن يطلع دكتور ابدا. ليه بس؟ ليه تاني؟ الله ليه؟ الله ليه؟ ازاي بقى؟ ازاي؟ ده واخدها ادبي. ما كده يا بجرمي كده اصرف عليك انا واعلمك انا واحط دم قلبي واخرتها تطلع واخدها ادبي. ما قلت لك من زمان يابا انا عايز اطلع محامي. حامي زي الدردير افندي اللي بيقف قدام المحكمه في البندر ويدور على القضيه بكل ذره. الدردير افندي مش محامي يابا، ده كاتب محامي. نهايته. قوم بينا نصلي الجمعه، قوم في سيدنا الحسين ونقرا الفاتحه يمكن تتعدل. بس انا عايز اتصور 6 صور عشان التقديم. بعد ما نصلي باذن الله تبقى تروح تتصور. طيب. ولو اني نفسي مش هضمني ابدا انك ما تطلعش دكتور يا بجربي. يا سلام يا هلا بجرمي يا هلا. سمعت خطبة الجمعة هلا؟ ايوه يابا كانت خطبة كويسة قوي. طب ايه رأيك يا هلا ما تيجي تطلع خطيب في مسجد يا هلا؟ يابا انا عايز اطلع محامي. يا خطيب مسجد يا هلا، الناس في البندر تقعد تسمعك وتتكيف كده زي اللي كانوا بيسمعوا الخطيب النهارده يا هلا. يابا انا عايز اطلع محامي. ده يا دي اسمع الكلام، ما تقاوحنيش يا ريت هلا. اللي اكبر منك بيوم يعرف عنك بسنة. ده مستقبلي يابا. مستقبلك ده ايه؟ طب ايه رأيك انك هتطلع دكتور بقى غصب عنك وعني؟ ما ينفعش يابا، ما دام انا واخد ثانويه عامه ادبي مش هيقبلوني. هيقبلوك. شوف حتى لو خليتك ترجع تدخل المدرسه من اول وجديد. اما شوف انا بقى ولا العقل الالكتروني اللي بيقولوا عليه ده. طب انا عايز اتصور دلوقتي. امشي غور يلا تصور. شوف عندك في مصورات عند اخر الشارع اهو تصور عنه، وانا هستناك هنا على القهوه دي. وانا خد بالك وانت بتتصور اوعى تضحك ضحكتك الهايفه دي احسن تطلع في الصوره شبه امك. ايوه جاي. تعالى شوف عزت بيه يشرب ايه يا ابني. ايوه جاي. ما فيش هنا ولا ترابيزه فاضي يعني ولا؟ يلا اتفضل يا عمده. نقف يعني ولا؟ اتفضل يا عمده اتفضل. نقف. لا نقف بس. لا اتفضل على الترابيزه بتاعتي يا عمده اتفضل. ما فيهاش سقاله دي يعني مني ولا مؤاخذه يعني؟ لا ابدا يا عمده ابدا اتفضل. ايه ادي قاعده. السلام عليكم. قبل وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انت يا جدع جرسون، انت يا جرسون هلا. ايوه جاي. نهارك فل يا عمده. اهلا طلبات السياده. هات لي عندك شاي؟ هات لي واحد قرفه ايوه وقرفه حامي يعني وكتر القرفه شويه فاهم؟ حاضر. عندك واحد مية نار مش عواطة وصلح المطلوب. ايه ما يتضربش عواطي؟ يطلع الكلام الهايف ده اللي ما بيقوله. تدقش يا عمده ما تدقش. حاكم الجرسونات دول ليهم لغوه ما نفهمهاش احنا. والله بلدكم يا ابني فيها كلام كتير ما فهموش انا. ايوه يا عمده فعلا بس يعني زي ايه يعني؟ كل حاجه. خد عندك مثل. شوف ابني البجرمي انا ليا غرض اطلعه دكتور. اطلعه دكتور يبقى اسمه دكتور بجرمي. يقولوا لي لا. طب ليه يعني؟ لا ايوه صحيح. ليه يا عمده ليه؟ والله ماني عارف يا اخي. تعقيد يا فندي تعقيد فعلا يا عمده فعلا. تعرف الموظفين اليومين دول بيعقدوا كل حاجه الا بقى اذا كان معاك قرش. الا اذا كان. طب اسمع انا مستعد ادفع لهم من جنيه شوف لعش حكم انا يبعد عنك مقتدر شويه يعني. والله بقى يعني اذا كان كده انا ممكن اشوف لك الموضوع ده. صحيح يا فندي بس والله بس يعني 10 جنيه دول بقى ما يعملوش حاجة في الزمان ده يا عمدة. امال كام يعني؟ طب قول 100 على الأقل. 100 حتة واحدة ليه؟ طب قول 30. لا يا عمدة لا ايه ده؟ الحاجات دي اصلا ما فيهاش وصال خالص يا عمدة. 100 كتير قوي يا فندم.
يعني هي الذمه بقت غاليه قوي كده؟ يا عمدة كل حاجة غليت، كل حاجة غليت يا عمدة. طب بقول لك ايه، تعمل الشغلانه دي امتى؟ والله إذا كانت فلوسك جاهزة ايوه أنا أقوم أجيب لك الموظف المختص دلوقتي. موظف ايه ده؟ بيقولوا لي انه عقل الكتروني. ما هو يا عمدة عقل إلكتروني. هتجيبه هنا في القهوه؟ إذا كانت فلوسك جاهزة. تجهز في ظرف ساعه، والعقل الإلكتروني هيكون معاك في ظرف ساعة، تتفق معاه وكل شيء يمشي تمام. بس يا فندي ده بيقولوا ان العقل الالكتروني ده مكنه. ما هو انما مين اللي بيشغل ايوه صحيح، مين اللي بيشغل المكنه؟ عزت بيه بقى. لا. اللي انا هجيبهولك بعد ساعة. طب قوم اتكل على الله وروح هاته، وانا هجيب لك المبلغ ده بعد ساعه. بس لازم يعني 100 يعني والله بقى شوف بقى يا عمده اما اقول لك بقى ما ينفعش 80 يعني. شوف اما اقول لك على حاجه، انت تجهز اللي معاك وانا هجيبهولك لغايه عندك وانت وشطارتك معاه بقى. اذا كان على شطارتي بقى ما تخافش، دعني شاطر قوي. خلاص نتقابل هنا بعد ساعه. سلام عليكم. مع السلامه، هتتاخر. قالوا عليه يا فندي يقول لي مش ممكن ليه؟ ده لازم البيجيرمي يطلع دكتور، يعني دكتور. هو مش عايزه يطلع دكتور عشان ما يبقاش احسن منه. خلاص يابا انا صورت. وفين الصور دي بقى يا بيجيرمي بقى؟ فين يا علي؟ الاستلام بعد يومين يابا. يومين؟ ايوه. طب اسمع، نعم. اجري دلوقتي على بيت علي يا فندي، عارفه؟ ايوه عارف. هتلاقي الفلوس في الشنطه اللي تحت السرير الكبير، عارف السرير؟ ايوه. تحت الشنطه. ايوه. تفتح الشنطه الكبيره اللي فيها الهدوم. وتعد 10 ورقات من الكبار يا علي. وتيجي جاري. جاري يا ولي. 100 جنيه؟ ليه انت هتشتري ايه يابا؟ انت مالك انت؟ هشتري مستقبلك يا ولي. هطلعك دكتور. شوف دكتور ب 100 جنيه. ازاي ده بقى يابا؟ واحد يا فندي، شوف وهتجيب سيرها. ايه؟ واحد يا فندي اتفقت معاه دلوقتي هيجيب لي العقل الالكتروني هنا وهنديله 100 جنيه ويدخلك الطب. انت وقعت في واحد نصاب يابا. نصاب مين جاك اما في عينك؟ انت الحق انت عليك. نصاب ايه؟ انت يا فندي محترم، لابس بنطلون وسكيت محترم، وكيل البوسطه اللي في البلد، عارفه؟ وكيل البوسطه ده اوجه مني يابا. ده نصاب. شوف ولا شوف تعمل بقول لك عليه وليكش دعوه. لما الكبار يتفقوا يبقى انت تنفذ. اجع في بطنك. يلا امشي نجري. يلا شوف هات الفلوس تعال بسرعه. امشي علي. شايفه عزت؟ اهو اللي قاعد هناك ده. انت مش بتقول قاعد لوحده؟ امال مين الولد اللي معاه ده؟ مش عارف، ده انا سايبه لوحده. وبعدين بقى، طب الواد ده طلع لنا منين بس يا عوض؟ انا خايف لا يكون راجل اتنبه وموضب لنا كمين. ده راجل على نياته واخر عبط كده. ده يقدر يوضب كمين ده؟ انا مش مطمن يا عوض. طب اسمع، ايه؟ خليك هنا بره وانا هروح اشوف ايه الموضوع. واذا لقيت امان هشاور لك تيجي. ماشي. شيل يا هادي. اتأخرت عليك يا عمده. لا ده انت جيت في ميعادك. قول لي فين العقل الالكتروني؟ جاي حالا. سلم يا بجيرمي على الله من غير مؤاخذه يعني. انت اسمك ايه يا فندم؟ انا عوض. لا اصل اسام. سلم يا بجيرمي على عوض يا فندم. ويبقى مين حضرتك؟ ما هو ده بجيرمي. ابني ده اللي كلمتك، الدكتور بجيرمي، احمد بجيرمي. هو ده. ايوه هو ده بذاته. سلم يا ولي. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. سلم. بالذمه مش شكله شكل دكاتره؟ يا سلام يا عمده، الخالق الناطق. جهزت المبلغ؟ جاهز. اتقل امال جاهز. طيب انا اصلي شايف عزت بيه واقف بره بيدور علينا. عن اذنك اندهله. ده يا عزت بيه. ده يا عزت بيه. انت هنا يا عوض افندي ولا ببص عليك في كل حته في القهوه؟ تعالى اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. حضرة العمده اللي كلمتك عنه، وده ابنه يا عزت بيه. اهلا يا عمده. اهلا بيك. اهلا وسهلا. ابنك ده اللي عاوز يدخل كليه الطب مش كده؟ ايوه البركه فيك بقى يا سعاده البيه بقى. البركه فيك. ربنا يقدم اللي فيه الخير يا عمده. ان شاء الله كل خير. انا مستبشر بوش سعادتك. سلم على عزت بيه يا هذا بجيرمي يعني. بس انا يابا واخد الثانويه العامه ادبي. قر بقى وقول لي ادبي بقى. والطب ما بياخدش غير علم. يا ابني علمي ايه وادبي ايه؟ ولا يهمك يا راجل ولا يهمك.
عزت بيه يسويها. يا سيدي فلوسك جاهزة؟ جاهزة يا بيه. خلاص. خد يا عزت بيه 100 جنيه اهم، عد فيهم براحتك. شوف. يا سيدي دار امان يا عمده. عد يا بيه. يا خبر اسود، كبسة خد يا بيه. امسك راحك انت. انا مظلوم يا بيه. طلع الفلوس من جيبه يا عسكري. عملتها يا عمده. انا ما عملتش حاجه وكتاب الله. انت يا عمده كنت هتقع في ايد 2 نصابين لولا ابنك. ابني انا؟ ايوه أنا. انت تسكت، انت لما اكون بكلم حارس ظابط انت تسكت. يسكت ازاي يا حاج؟ يسكت ازاي؟ ده هو اللي جه الاسم وبلغ وادانا الفلوس وعلمناها له. كل ده عشان كنت عايز ادخله الطب غصب عنه. لا، علشان كنت هتدفع 100 جنيه لاتنين نصابين. دول نصابين دول؟ ايوه يا بيه فشل يا بيه، صلي على النبي. يا بيه دول ناس محترمين جدا. دول معروفين للبوليس يا عمده، ولهم كمان اكتر من 20 سنه. وانت يا بجرمي عارف وسايبنا طب؟ ما قلت لك يابا دول نصابين، قلت لي لما الكبار يتكلموا تسكتين. مالكش حق تسكت، انا كان لازم تنورني يا انت ما بجرمي. بتدينيش فرصه اتكلم خالص. ما هو انت لازم تتكلم، لازم تقاوحني، لازم تقول لي لا يابا انا متعلم وبفهم اكتر منك. طب وعايز ادخل كليه الحقوق يا حقوق في عينك، انا اتفقت مع عمك انك تطلع دكتور زي الدكتور مغاوري اللي في البلد، ولما الكبار يتفقوا على حاجه لازم تمشيه. شفت بقى؟ اديك رجعت في كلامك اهو. طب انا هاوحك يابا، انا كبرت واتعلمت وبفهم اكتر منك، وهدخل كليه الحقوق زي ما انا عايز. انا لساني طويل وانا اللي احدد مستقبلي. انا حر في مستقبلي، لا انت ولا اللي بتدخل فيه. كليه الطب دي مش داخلها. انا اخترت اطلع محامي وهطلع محامي. اتفقت مع انا دلوقتي كبرت واتعلمت واقدر اتحمل المسؤوليه. وهكذا تنتهي هذه الحلقة من برنامج بدون عنوان، كتبها لكم عبد الرحمن فهمي حسن. صور الشخصيات: فايز حلاوة، نبيل السيد، عبد الحفيظ التطاوي، حسن حسني، فاروق حنفي، محمود السيد، محمد سلامة، وعزة المشد.